لو أعطيتك ورقة امتحان وقلتلك معاك ربع ساعة بس وقدامك خيار من الاتنين، يا تحل الامتحان كله بسرعة والنتيجة تتسرع فهتغلط فهتسقط، يا تحل نص الامتحان بس بتركيز والنتيجة تنجح، تختار ايه؟ أنجح طبعا. أنا قلت كده برضو، بس الصدمة إن في ناس بتختار إنها تسقط. تعال أحكي لك إزاي. ده بيحصل في ليلة القدر. في الخيار اللي عطيتهولك من شوية، الأول ما فكرش غير في حاجة واحدة بس، وهي الكمال. ما فكرش إن بعد كده هيفضل قلقان جدا لحد ما النتيجة تطلع، لأنه حاسس بنسبة كبيرة إنه هيسقط. إنما التاني كان بيدور على النتيجة إزاي بأقل مجهود يطلع بأفضل نتيجة، وده اللي مش هيقلق من نتيجة زي الأولاني، لأنه حل اللي ينجحه، وده يرجع لتركيزه في الحل. القصة دي بالظبط بتشبه الناس في ليلة القدر. هتلاقي ناس بتختار ليلة 27 و29 رمضان وتقول إن في الأغلب ليلة القدر فيهم، وتقعد تصلي بال20 ركعة بسرعة من غير خشوع، وتقرأ بالأجزاء من غير تدبر، والنتيجة إن في الآخر هيفضل قلقان، لأن ممكن الليلة تكون فاتت عليه برضه. ممكن تكون ليلة 21 أو 23 أو 25، الله أعلم. إنما الشخص التاني ده اختار إنه من يوم 20 ليوم 29 كل يوم هيصلي من 5 ل8 ركعات بس بتركيز وخشوع، وهيقرأ اللي يقدر عليه من القرآن، وده بقى اللي بأقل مجهود ضمن أحسن نتيجة. عشان كده لازم نغير العقلية من عقلية ليلة واحدة عظيمة ل10 ليالي مستقرين. وعشان نقدر نعمل ده لازم نجاوب على الأسئلة دي. أول سؤال، إيه أكبر عادة هتوقعني؟ وتاني سؤال، إيه أقل مجهود أقدر ألتزم بيه يوميا؟ وتالت سؤال، ليه أنا محتاج ليلة القدر السنة دي بالذات؟ والمهم تعرف إنك مش في ماراثون، يعني ما تقولش أنا هاخد 10 أيام بأحسن شكل ممكن، ده حماس البدايات، وهتلاقي نفسك بعد يومين وقعت. الأحسن تعمل الموضوع تدريجي. وعشان نضمن أحسن النتائج هنعمل مع بعض تحدي دلوقتي قبل الفطار. هنصور نفسنا فيديو ونقول فيه أنا داخل 10 الأواخر بنية النجاح مش الكمال، ونرجع للفيديو ده ليلة 29 ونشوف احنا كنا فعلا قد التحدي ولا لا، وكنا من الناجحين ولا اخترنا طريق الكمال بعشوائية ووقعنا بعد يومين. لو هتدخلوا معايا في التحدي اكتبوا في الكومنت هلال وقلب أحمر من غير شرح، عشان نعرف إن في ناس بتتعافى بصمت، وإن في ناس أخيراً بطلت تظلم نفسها. وافتكر إن ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني فرصة اوعى تفوتها، هتحسن نفسيتك وهتخليها فعلاً من غير فلتر. أشوفكم في الحلقة الجاية وهنتكلم عن قطع الأدوية النفسية خلال شهر رمضان. أشوفكم بكرة، وكل سنة وانتم طيبين.